ابطال ثالثه ثانوي، يلا نلم البحثه كلها في 10 دقائق بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطال ثالثه ثانوي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. قبل ما اوريك ازاي هنلم البحثه مع بعض، تعال اقول لك احنا منزلين لك ايه في القناه بتاعتنا يخص فرح البحثه. منزلين لحضرتك النماذج الاسترشاديه، منزلين لك نماذج حل النماذج المعاصر، منزلين لك كمان ازاي تحل الامتحان كله بالاله. والنهارده هنلم لك البحثه كلها دلوقتي، ويبقى انت كده معاك كل ما يخص البحثه، وان شاء الله تخش الامتحان وتقفله. تعالى كده نبدأ مع بعض. أول حاجة بالنسبة لفرع الجبر، عندك أفكرك بحاجة قبل كده خدتها في السنين اللي فاتت، اللي هي التباديل، أهم القوانين بتاعتها. طبعا شوية الملاحظات دي بتنفعك في حل السؤال في المقالي أو حل السؤال في اختر. عندك برضو أهم القوانين في التوافيق، وأهم قانون الطلبة كلها بتسرح فيه وبتنساه، اللي هو قانون النسبة، اللي هو بيكون ن ناقص ر زائد 1 على ر، وده بيكون فيه لخبطة ما بينه وما بين قانون النسبة بتاع ذات الحدين. خلي بالك ان انت هنا بتقول لك، هو كاتب لك اهو بالعربي هنا العلم ناقص الكبير اللي هو الري الكبيره، اما في ذات الحدين كنت بتاخد الري الصغيره، فخلي بالك من الاثنين دول. عندك برضو هنا في نظريه ذات الحدين بوريك ازاي تجيب الحد العام اللي هو اساسي في اي سؤال، اللي هو ح ر زائد 1 بيساوي ن ق ر، الاولاني اس الطرح والثاني اس اللي تحت. عندك ازاي تجيب الحد الاوسط، اهو كاتب لك لما بيكون في عدد زوجي، لما بيكون فردي. كل الكلام ده هتلاقيه عندك اهو. كاتب لك برضو الحد المشتمل على س اس ك، اللي هو الحد الخالي من س، والحد ده يشتمل على س اس 2 س اس 3 س اس 4. الكلام ده كله عندك ايه الخطوات بتاعتها، انت حرفيا كل حاجه مكتوبه عندك بالتفاصيل اهو. لايجاد هذا الحد نتبع الخطوات اهو، نقوم باستخدام الحد العام، نفصل العوامل العدديه. يعني بص كاتب لك الخطوات كلها بالتفاصيل الممله. السؤال بقى اللي هو بتاع النسبه اللي انا كنت بكلمك عليه اهو دلوقتي اهو، ن ناقص ر. خلي بالك بقى ان انت هنا في ذات الحدين بتاخد الر الصغيره ومضروبه في الحد الثاني على الاول، عشان في بعض الطلبه بتنسى الحته دي. يبقى الفرق بين قانون النسبه في التوافيق والنسبه في ذات الحدين هي الحته الصغيره دي. طيب عندك بعد كده بقى اهم درس انا شايفه ان هو درس يعني ما ينفعش، يعني درس بيتلخبط فيه الطلبه كلها، اللي هو في الوحده الثانيه، اللي هو مجموعه الاعداد المركبه. وده انا كنت منزل لك ليه فيديو بالاله، ووريتك ازاي تحل مشكلته بالاله، اللي هو ازاي تجيب المقياس والسعه والكلام ده كله. ولذلك برضو انا حطيته لك في الملخص الجميل دوت، وكاتب لك اهو ازاي تجيب السعه لما بتكون المعادله مش مظبوطه، او لما تكون هنا الغلطه في السؤال في سالب، لما يكون هنا مش مظبوطه اهو، هنا السالب جنب فينا جنب الجاتا سالب، لما يكون هنا اهو المساله مش مظبوطه خالص اهو بيقول لك عبر عن الزاويه عشان تحولها، او كل حاجه مكتوبه عندك. طيب عندك بعد كده العمليات على الاعداد المركبه، لو انت عايز تضربهم في بعض قلنا بنضرب المقاييس ونجمع السيتا، وفي حاله القسمه بنقسم المقاييس ونطرح السيتا. عندك بقى اللي هو عين اس ن، دي نظريه عمك دي موافر، اللي هو كان بيقول لك لو عايز تجيب الجذر التربيعي، الجذور التكعيبيه، الجذور التربيعيه، او عين اس ربع، عين اس خمس، الكلام ده كله. طبعا كان لازما في السؤال ده تكون عارف الخطوات بتاعته، فمكتوب عندك القانون بتاعه. ده انا في حاله لما تكون الاس كسر. طب في حاله الاس عدد صحيح كنا بنطلع الاس فوق المقياس وبنضرب الاس في السيتا، عشان تبقى انت عارف الحته دي كويس. طبعا عندك هنا صوره اويلر اللي هي الصوره الاسيه، اللي بتساوي المقياس في عين ه اس سيتا ت. وما تنساش ان السيتا لازم تبقى في القياس الدائري في الصوره الاسيه بالذات. طيب عندك بعد كده بقى الاوميجا وحلويات الاوميجا، برضو انا نزلت لك فيديو ليها برضو موجود عندك على القناه، بيحل الاوميجا بالاله برضو علشان الناس عندها مشاكل في درس الاوميجا. قوانين الاوميجا بقى عندك اللي هي 1 زائد اوميجا تربيع بتساوي صفر، و1 زائد اوميجا بتساوي سالب اوميجا تربيع، واوميجا زائد اوميجا تربيع بتساوي سالب 1، واوميجا ناقص اوميجا تربيع، واوميجا تربيع ناقص اوميجا بيساوي موجب او سالب جذر 3 ت. عندك بعد كده بقى حلويات الهندسه الفراغيه. عندك هو الجزء بتاع الاحداثيات، وبيقول لك عدد او عن المستوى البعد عن المستوى ص عين القيم مطلقه س، البعد عن المستوى س عين القيم مطلقه ص، وهكذا. عندك قانون اهو البعد لو تجيب بيه طول اي حاجه، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق الانحناءات، كل ده تحت الجذر. طبعا قانون الاحداث في المنتصف ما نسيتوش اهو، برده مجموع السينات على الاثنين، الصادات على الاثنين، والانحناءات على الاثنين. ولو عايز اهو بيقول لك انتبه احداثي احدى الطرف، يعني لو عايز منك مساله غير مباشره، بتقول 2 في نقطه المنتصف ناقص النقطه المعطاه. عندك بقى بعد كده قوانين انت عارفها، ده القانون ده اهم قانون عندك في الهندسه الفراغيه، اللي هو جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا ع بتساوي 1. طبعا السؤال ده لازم يجي لك منه مساله اساسي في الامتحان، بيكون مديك احدى زاويتين
والزاويه الثالثه مش موجود. طبعا هي ازاي تجيب المعيار؟ هنا عندك الضرب القياسي، وبرده على القناه بتاعتنا وريتك ازاي تضرب الضرب القياسي والضرب الاتجاهي بالاله. عندك بعد كده بقى الجزء الخاص بالتفاضل والتكامل، واحنا حلينا لك برضو مشكله التفاضل والتكامل دي، برضو حليناها لك بالاله ووريناك ازاي تفاضل وازاي تكمل بالاله. فان شاء الله باذن الله كل المجهود اللي مبذول على القناه يكون بنفع عندك ان شاء الله. كاتب لك اهو في جدول جميل جدا، ومشتقة الجا جتا، مشتقة الجتا سالب جا، مشتقة الظا قا تربيع، مشتقة القا قا في ظا، مشتقة القتا سالب قتا في ظا، ومشتقة الظا سالب قتا تربيع. عندك ده الاشتقاق البارامتري اللي هو قاعدة السلسلة اهو، د ص على د س بتساوي د ص على د ن على د س على د ن. وركز في الحتة دي قوي. ما تنساش برضو الجزء بتاع ايجاد الميل، ما تنساش الدالة الأسية، ما تنساش الدالة اللوغاريتمية اشتقاقها على نفسها اهو في لوغاريتم اللي هو مشتقة أي دالة لوغاريتمية، ما تنساش. طبعا الكلام ده مدعم بأمثلة تحت اهو عشان لو أنت حبيت تأكد. الكلام ده كله عندك اهو. عندك برضو التكاملات، لو عندك تكامل مشتقة على الدالة بتقول لوغاريتم مقياس المقام للأساس هي. الحاجات دي كلها مهمة جدا. بعض الحاجات القوانين اللوغاريتمات او لوغاريتم ده لما بيكون هو ده بيبقى الاجابه واحد، لوغاريتم الواحد بصفر، لوغاريتم الصفر بصفر، وهكذا. الحاجات دي كلها مهمه. اهم درس بقى اللي هو سلوك الداله. طبعا في عندك حاجتين، لو انت عايز تجيب نقطه حركه مشتقه اولى، قيمه عظمى صغرى تزايد طريقه مشتقه اولى، عايز تجيب نقطه الانقلاب التزايد وفتره التحدب لاعلى ولاسفل، بتبقى المشتقه الثانيه. بس كده يا صديقي، مفيش اي حاجه ان شاء الله تقف معاك باذن الله في الامتحان، وهستنى منك انك انت تطمنا على امتحانك باذن الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.